يا أهلا يا أهلا يا شطار. عارفين يا ولاد النهاردة حكايتنا عن مين؟ ماما معزة. ماما معزة البيضة الأمورة الجميلة دي اللي كان عندها 7 معيز صغننين كأنهم 7 فصوص لولي بالظبط. ماما معزة كانت مضطرة تخرج تجيب أكل من الغابة، فجمعتهم حواليها وقالت بنبرة حازمة: يا ولاد أنا خارجة، اقفلوا الباب كويس جدا بالترباس واوعوا تفتحوا لأي حد خالص. الديب المكار مستخبي وممكن يضحك عليكم، هتعرفوه من صوته الخشن ورجليه السودة اللي زي الضلمة. ال7 قالوا في صوت واحد: حاضر يا ماما، ما تخافيش علينا، احنا شاطرين وهنسمع الكلام. ماما معزة مشيت وهي مطمنة وبتغني لهم أغنية الأمان: يا معيزي يا صغننين، يا شطار يا حلوين، الباب يفضل مقفول دايما والسر يفضل مصون، الديب صوته عويل ومخيف ومكروه ملهوش في الدنيا مثيل، خليكم دايما ايد واحدة وتعيشوا بخير كتير. ماما مشيت من هنا والديب جه جري من هنا، خبط على الباب وقال بصوت عامل نفسه ناعم: افتحوا يا ولاد، انا ماما، جبتلكم جزر وتفاح. المعيز الشطار بصوا من تحت عقب الباب وقالوا له: لا لا، انت مش ماما، صوتك خشن زي الرعد ورجليك سودة زي الفحم، انت الديب المكار. الديب اتغاظ جدا وراح اكل قالب سكر عشان ينعم صوته، وراح للمطحن ورش على رجليه دقيق عشان تبان بيضة، ورجع تاني خبط على الباب: افتحوا يا حبايب قلب ماما، شفتوا رجلي بيضة ازاي وصوتي ناعم جدا اهو. المعيز الصغيرين اتخدعوا ولسه هيفتحوا الباب، اصغر واحد فيهم كان اذكى واحد فيهم، قال لهم: استنوا شوية، ريحة ماما كانت ريحان، لكن ده ريحة فروة وحشة قوي وقديمة جدا. وهنا بدأت المغامرة الحقيقية. تفتكروا الديب هيعمل ايه؟ وهل ال7 هيقدروا يغلبوه بذكائهم؟ مستنية آرائكم في التعليقات يا حبايب قلبي عشان نكمل سوا باقي القصة. كانت معكم خالته أسماء، باي باي.